مساء الفل عليكم. الاهلي يعبر سيراميكا كليوباترا في مباراه كلنا عارفين طبعا الاهلي كسب ليه. الاهلي كسب عشان علي ماهر طبعا بيفوت ماتشات الاهلي، ده معروفه، وعشان الاهلي بيكسب بالحكام دي الحاجه الثانيه، وعشان الحاجه الثالثه الاهلي طبعا فرقه حرام بتكسب بالحرام، كل شغلها حرام في حرام. تمام. فالاهلي صعد الى نهائي كاس السوبر في الامارات بالفوز على سيراميكا 2-1. طيب الاهلي كان ماشي كويس جدا من بدايه المباراه، يعني تقدر تقول ان احنا لعبنا 30 دقيقه او الاهلي لعب 30 دقيقه ما شفناهاش يمكن الموسم ده خالص، من احسن الدقائق اللي اتلعبت في ماتشات الاهلي لحد الكولينج بريك، اللي انا بصراحه مش عارف هو ليه بنعمل كولينج بريك في شهر 11 واحنا بنلعب في الامارات، و11 في الامارات ده يا جماعه الناس اللي عارفه يعني الجو بيبقى جميل، يعني مش جو ان انت جو حر بقى ومن اللعيبه بتموت من العطش وبتاع، حتى هي ما اتعملتش تقريبا في الشوط الثاني لو انا فاكر. فبالتالي الاهلي عند من بعد الكولينج بريك وسيراميكا دخل الجيم ونتج عنه كالعاده هدف يسأل عنه بالكامل خط دفاع الاهلي، تحت عنوان خط دفاع الاهلي افسد الشوط الاول تماما. دخلتوا سيراميكا الجول او دخلتوا سيراميكا الجيم بجول مروان عثمان، لعيب كويس جدا على فكره، وهو واحمد بالحاج بصراحه اثنين لعيبه جامدين جدا في سيراميكا كليوباترا، يمكن اعلى اثنين في السكواد، يعني كان فارق معاهم النهارده قوي. فطبعا سيراميكا جاب جول، انت الشوط الاول 1-1. طيب انا عايز اتمشى في الشوط الاول. الاهلي بيجيب جول في الاول عن طريق طبعا محمود حسن تريزيجيه بعرضيه ولا اروع من زيزو، وكان واضح طبعا ان زيزو وتريزيجيه الاثنين مش طايقين بعض خالص، وبالتالي هدف الاهلي اتقدم بيه، هدف مستحق لان الاهلي قبلها اضاع ووصل ولعب وعرضيات ومن العمق، والراجل كان واضح ان عنده شغل. ثلاثيه وسط الملعب في وجود ديانج ومروان، يمكن كنت شايف النهارده واحده من احسن ماتشات ديانج الصراحه، وخيرا فعل يستروب ان هو ساب ديانج لحد نهايه المباراه ما طلعوش. هنتكلم على التغييرات كمان شويه، لكن في الاول الشوط الاولاني الاهلي كان مسيطر تماما لحد الدقيقه تقريبا 30 لحد الكولينج بريك. رجعنا بقى ايه، سيراميكا دخل الجيم وسيراميكا بدا يوصل لمنطقه جزاء الاهلي وبدا يهدف يعني او يهدد على مرمى الاهلي. طيب الجون يسال عنه مين؟ يسال عنه اثنين. يسال عنه اولا ياسين مرعي اللي طلع اتقدم وضرب ضرب خط الدفاع بالكامل، معرفش اتقدم قوي ليه كده، خصوصا ان اللعيب كان معاه اثنين من الاهلي، يعني كان في ظهره ناس بتجري. الشخص الثاني اللي يسال عنه طبعا كابتن محمد هاني، ده ياخدنا نقول ان هاني النهارده واحده من اسوأ مباريات هاني منذ بدايه الموسم، مش مركز، مش واقف على رجله، تايه، في حاجه مش موجوده. حاول وعمل عرضيات على فكره، بس الجانب الدفاعي عنده كان فيه مشكله كبيره قوي. فمروان عثمان قدر ان هو ياخد المسافه اللي بين ياسر ومحمد هاني ويدخل ما بين على الشناوي. الشناوي برده طلع بدري سنه قوي، كان المفروض يتقل لحد ما اللعيب يزق الكوره وتبقى الكوره مش تحت الكنترول بتاعه، لكن هو طلع في اللحظه اللي مروان بيحط رجله على الكوره، وبالتالي مروان لانه لعيب كويس وجهها حلو وسيراميكا سجل التعادل 1-1. اتكعبلت الماتش بقى، الماتش اتكعبل شويه والاهلي بدا بقى ايه يعني طبعا ما تعرفش بقى، تقدر تقول فتنس، تقدر تقول مشكله فنيه، لكن الاهلي وقع سنه في نهايه الشوط الاولاني. بينتهي الشوط الاول 1-1 والجماهير بتبتدي بقى ايه تحط ايدها على قلبها خوفا من الفصول البايخه اللي احنا بنعيشها مع فرقه الاهلي من اول الموسم. الشوط الثاني الاهلي سريعا يعني في الدقيقه 51-52 الاهلي بيسجل الجول الثاني عن طريق جراديشار من عرضيه، يعني واحده من احسن الالعاب اللي عملها مروان عطيه في المباراه النهارده على المستوى الهجومي ونقل الكوره. اشرف بن شرقي هيئها حلوه قوي، جراديشار باللمسه، انا قلت لك قبل كده جراديشار هو بتاع الحاجات دي، هو بتاع اللمسه الواحده الوان تاتش اللي يخش يخطف في الحته ديت. فانا شايف ان جراديشار مظلوم ليه؟ لان الاهلي مش بيلاعب جراديشار بالطريقه اللي تصلح لجراديشار، انت بتلعبه ومستنيه يبقى اسامه ابو علي او مستنيه يبقى فلافيو او عماد متعب او هو مش كده، الراجل بروفايل تاني خالص، ولكن الراجل بلمسه صغيره قدر يحطها على يمين محمد بسام ويغير اتجاهها كده بلغه الكوره، يعني نكشها. النكشه دي خلت الاهلي يتقدم 2-1. بعدها سيراميكا برده كان بيبادلك، كان عنده انطلاقات، كان مركز جامد جدا على الناحيه اليمين اللي فيها محمد هاني، وانا اتكلمت ان هاني ما كانش في احسن احواله النهارده، ده ياخدني ان انا اعكس الناحيه الثانيه واعمل كده سبوت على كوكا. انا بصراحه مش عارف كوكا بيلعب يعني، هو كوكا الحسنه الوحيده اللي عملها مع الاهلي هي مباراه الزمالك والرقابه اللي عملها على بزيرة، لكن كوكا النهارده سيء جدا،
كوكا يعني على راي ابويا الله يرحمه بيرجع الكوره ورا بخبره، كل ما تجيله الكوره رجعها ورا، يبقى رايح في هجمه مرتده والناس عماله تقول اجري وروح، يقوم واخد السبرنت واقف على يوصل الكوره يقوم واقف يرجعها لورا، كل بساطه ورا. يعني حتى تدخلاته الدفاعيه فيها مشاكل. في كوره دهس فيها محمد الشناوي في الانفراد اللي الشناوي تالق وصده، يمكن دي كانت اخطر كور لسيراميكا يعني. دهس الشناوي، فواضح ان هو اصلا مش عارف هو بيجري يروح فين. الحاجه الثانيه كوكا ما بيعملش عرضيات، ما بيلعبش كور قطريه، ما بيعملش كور بينيه. انا ما اعرفش كوكا بيعمل ايه، هو بياخد الكوره يا باصيها للي جنبه يا يرجعها ورا لياسين مرعي وياسر ابراهيم. فطبعا الاهلي انت بتعاني في المركز الباك الشمال ده تماما، بس علامه استفهام ان هو ما لعبش شكري النهارده، فدي تقول لك ان الراجل مش مقتنع اصلا بمحمد شكري، وادعى كده ان هو حط كوكا عليه، رغم ان الجبهه اللي هي شمال الاهلي يمين سيراميكا ما كانش فيها اصلا هجوم كبير زي اللي كان بيحصل على محمد هاني، وبالتالي يعني الاهلي بيعاني في الناحيه الشمال. طيب جراديشار بيتصاب في الدقيقه حاجه و60 وبيخرج، بينزل طاهر محمد طاهر. متفقين احنا ما عندناش حلول، بس تغييرات ياس تورب في ناس شايفاها غريبه، انا واحد من الناس دي. انت خرجت تقريبا الثلاثي اللي هي مفاتيح اللعب ونزلت لنا حاجات غريبه، يعني نزلت احمد رمضان بيكهام وقلبت الطريقه 5-3-2 علشان تامن على سيراميكا، علشان هو الراجل واضح انه مش عنده ثقه في دفاع النادي الاهلي والمنظومه الدفاعيه بالكامل. والدلع كده ان هو من بعد ربع ساعه، اخر ربع ساعه في الماتش، راح لعب 5-3-2، نزل احمد رمضان بيكهام واحمد رمضان بيكهام وياسين وياسر ومعاهم هاني وكوكا، فدي 5 في وسط الملعب، وديانج ومروان اللي احتفظ بيهم. خرج بقى زيزو، تغيير غريب جدا. خرج بن شرقي، كان بن شرقي خلاص البنزين خلص، ده تغيير طبيعي جدا ومنطقي. وجراديشار لانه اصلا اتصاب، وبعدين خرج تريزيجيه في الاخر عشان يفاجئنا باللي مش قادر احمد عبد القادر. احمد عبد القادر مشكلته انه عايز يجيب جون حلو، هو مش عايز يحط الكرة في الجون بسهوله كده وتقول له ايه يا عم الجون السهل، انت راجل سهل قوي. لا انا عايز اجيب جون حلو، عايز ارقص الجون واقعده ومرمطه واخد الباك 1 و2 و7 و8، فبتنتج عنها ان الكرة بتتقطع. فالاهلي اهدر تقريبا هدفين مؤكدين عن طريق بس احمد عبد القادر في اخر ربع ساعه. كذلك طاهر محمد طاهر عايز يعمل حاجه هو عشان يرد على كل الناس، وفي الاخر ما بيعملش حاجه. تمام، فدي كده يعني ايه واحده من المشاكل اللي تقول لك سكواد الاهلي عامل ازاي، ان انت عندك لعيب بعقليه احمد عبد القادر، بدل ما يحط الجون الثالث وينهي الماتش ويقتله، لا هو عايز يرقص ويحط مش عارف ايه وياخد ده 7 وحاجات غريبه جدا وكوميديا، يعني كوميديا بصراحه تقرف. المهم يعني لو هنتكلم على ضربه الجزاء اللي الناس بتتكلم عليها لسموحه، انا هقول لك اللي في وجهه نظري يعني، ومحدش هيقتنع طبعا مش مهم، بس انا شايف انها مش ضربه جزاء لسبب. الاولانيه خبطت في جسم لاعب من زميل اللي هو زميل محمد تقريبا ياسر ابراهيم تقريبا، وراحت في ايد محمد علي بن رمضان. قانون الكره وارجع اشوفه كده وراهني، قانون الكره بيقول لك لو جت من جسم زميلك او جسم اللاعب لترتطم بيد لاعب في منطقه الجزاء ما تحسبش ضربه جزاء. طب بتاعه ياسين مرعي هقول لك ليه ما اتحسبتش ضربه جزاء، وبيني وبينك كده اعتبره فينيسيوس بتاع ريال مدريد، عشان صحابنا اللي هم المدرسه يبقوا فاهمين القصه دي كويس. هو هيحط ايده فين؟ الكره متشاطه في المنطقه اللي ما بين دراعه وما بين صدره. هو المفروض بقى لو هو حاطط ايده بره، هو هنا مكبر جسمه، لكن هو بيلم دراعه على جسمه، الكره معديه ما بين دراعه وما بين صدره، هيشيل بقى دراعه يحطه فين؟ فبالتالي هي مش ضربه جزاء. ويا عم احنا الاهلي بنكسب بظلم الحكام، واحنا مظبطين الحكام، واحنا بتوع الحكام، ودي بطولاتنا، واللي مش عاجبه يشرب بليله. تمام كده، نلتقيكم بقى ان شاء الله في النهائي، هنشوف مين يكسب ما بين البيراميدز والزمالك. كل دمتم طيبين، تصبحوا